المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يبعث برقية التعزية إلى ملك المغرب. لقاءات قانونية في مديريتي عدخال والدبار وبالإقليم الجنوبي. تنفيذ حملات واسعة النطاق للحفاظ على التربة والمياه في كرن. أكثر من 2000 قتيل في زلزال عنيف ضرب جنوب غرب مراكش المغربية. بشكل رسمي الاتحاد الإفريقي يصبح عضوا دائما في مجموعة ال20. زعيم كوريا الشمالية يشارك في عرض شبه عسكري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة الرئيس أفورقي برقية تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال فخامة الرئيس في برقية التي بعثها اليوم 10 من سبتمبر: لقد تابعنا ببالغ الحزن والأسى تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة المغربية وأسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 من الضحايا والآلاف من المصابين. وقال إن دولة إريتريا وشعبها تعبران عن وقوفهما وتضامنهما إلى جانب المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، وتتقدم بخالص تعازيها لأسر المتوفين وبتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق. قالت الحكومة في بيان رسمي إن الزلزال الذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ليلة 9 من سبتمبر أدى إلى مقتل 2012 شخصا وإصابة حوالي 2060 آخرين. أجرى قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيد ميكائيل تخلية اجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات العامة والشرطة في مديريات عدخال والدبار والسجنيت في الفترة من 30 من أغسطس إلى 8 من سبتمبر. وقال العقيد ميكائيل إن الشرطة لا تستطيع القيام بعمل فعال دون دعم الشعب. وأضاف أنه بعد تقديم بلاغات الجرائم والمخالفات المسجلة في كل مديرية في النصف الأول من عام 2023 أصبح من المعتاد إعادة الممتلكات المفقودة إلى مركز الشرطة وتسليمها إلى أصحابها وتسليم الأشخاص بعد الإجراءات القانونية. واقترح المشاركون تنظيم حملات خاصة تستهدف الشباب وتشجيع الإبلاغ عن الممتلكات المفقودة والمكتشفة إلى الشرطة وتعزيز برامج الشرطة والبرامج العامة في وسائل الإعلام. ومن جانبهم حث مدراء المديريات كل مواطن على الالتزام بالقانون والأخلاق، مشيرين إلى أن الشعب والشرطة لا ينفصلان. وأجريت لقاءات مماثلة في وقت سابق في مديريتي مندفرة ودك أمحري. تجري حملات واسعة النطاق للحفاظ على التربة والمياه في حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن بمشاركة سكان الإدارات المحلية وموظفي المؤسسات الحكومية وجمعيات المناضلين. يتم تنفيذ العمل الذي يركز في المقام الأول على معالجة مساقط المياه ومنع الانجراف للتربة والتشجير في المناطق التي تم دراستها مسبقا وكذلك في الشوارع الرئيسية لمدينة كرن. وقال خبير الحفاظ على التربة والمياه وتنمية الري بمكتب زراعة عاصمة عنسبة مدينة كرن المهندس ياسر سوم إن المشاركين في النفير يقومون بعمل فعال في إنشاء وإصلاح المدرجات والحواجز المائية، فضلا عن إعداد الحفر لغرس وزراعة الأشجار. وتم تنفيذ أعمال صيانة وبناء أكثر من 223 ألف مدرج. وأحث المجتمع على التعاون مع الإدارات لحماية الأشجار المزروعة من أكل المواشي وقطع الأشجار الموجودة. وقال القائم بأعمال مدير مكتب الزراعة في مدينة كرن يزيد عبدل أن الحملات التي بدأت في شهر
يونيو الماضي يتم تنفيذها بمشاركة عالية في جميع الإدارات بإشراف خبراء زراعيين. أكمل مستشفى برهان عيني يوم أمس عمليات جراحة إعتام عدسة العين وزراعة القرنية التي بدأت من 3 سبتمبر بالتعاون مع فريق أطباء مشروع الهملايا كراكات. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مستشفى برهان عيني الممرض جرز جهر حيلم لوكالة إرين أنه تم إجراء حوالي 1100 عملية جراحية للقرنية و5 عمليات زرع قرنية خلال البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع. وأضاف أن العديد من الأطفال خضعوا أيضا لعملية جراحية تصحيحية للعين. وقال الدكتور منغستو بايرو المشرف على فريق الأطباء المكون من 12 طبيبا من مشروع الهملايا كراكات أن العمليات الجراحية كانت ناجحة بفضل التنسيق بين الجهات المشاركة في العمل. وأضاف الدكتور منغس أنهم وقعوا اتفاقية مدتها 5 سنوات مع وزارة الصحة وكلية روتا للطب والعلوم الصحية لإجراء جراحات العيون وتدريس طلاب الجامعات ونقل التكنولوجيا بإجراء الزيارات إلى إرتريا. وشكر مسؤول الخدمات الصحية في مستشفى برهان عيني الممرض جلزكير حيلي أعضاء مشروع هملايا كراكات على مساهمتهم ونصح المواطنين بإجراء فحوصات طبية كل 6 أشهر على الأقل للتحقق من صحة أعينهم. عقد مجلس إدارة المرأة في مديرية سرجعاء اجتماعها الرابع في 9 سبتمبر تحت شعار ضمان تنميتنا وجودنا. وفي حديثها قالت رئيسة المرأة في المديرية السيدة أغيتوم إن المرأة الإرترية قد رفعت وعيها الثقافي والسياسي نتيجة التحديات وتسلحت بخبرة سياسية فعالة ومفخرة. من جانبه دعا مدير سرجعاء السيد كفل مريم قبر مسكال جميع الهيئات الحكومية والمجتمع إلى زيادة مشاركتها في الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في جميع الجوانب. وقالت رئيسة مجلس إدارة المرأة في المديرية السيدة هيمان تسفى قرقيس إن مجلس الإدارة يعمل بشكل فعال لتجنيد عضوات جديدة وخاصة الشابات، ويعمل جاهدا متحملا المسؤولية الكبيرة على عاتقه في مرحلة التوريث والتكامل. قامت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية لفرع الأقليم الأوسط السيدة سالومي قبر سلاسة بشرح نماذج الانتخابات واللوائح الداخلية في المديرية ومجالس المدينة. وبعد المناقشة انتخبت المندوبات مجلس إدارة جديد مكون من 8 عضوات. وأخيرا أثنت رئيسة المرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي على عضوات مجلس الإدارة السابقات على عملهن المتفاني وتمنت للعضوات المنتخبات حديثا وقت عمل جيد. وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على إدارة مديرية سرجعاء وعضوات مجلس الإدارة للمرأة السابقات في المديرية. تلقى 171 شابا من بينهم 77 شابة من 12 مديرية في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في الإدارة والقيادة في الفترة من 29 من أغسطس إلى 5 من سبتمبر. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو في مراسم التخريج في 5 من سبتمبر أن التدريب شمل مفاهيم الإدارة والقيادة والسياسة والقيادة والإدارة من خلال الخبرة العملية وعلم النفس والقيادة والتواصل والقيادة والتنظيم والقيادة والمبادئ الأساسية للقانون والقيادة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمدين إن تعزيز الهيئة الإدارية للشباب هو النشاط الرئيسي الذي يجب العمل عليه. وقال نظرا لأن 90% من الأعضاء المسجلين في الاتحاد هم من الطلاب ولأن تأثير الزمالة قوي فقد حث المتدربين على التأثير بشكل إيجابي على زملائهم في الفصل وبيئتهم. وفي الختام أشاد ممثل حاكم الإقليم الجنوبي السيد تكئة ولدة بالأنشطة التي ينفذها الاتحاد لتأطير قدرات الشباب وحث المتدربين على تعميق تدريبهم بالجهود الشخصية.
تعقد ندوة تثقيفية في مدينة غردات للسيطرة على الأمراض المعدية بشكل عام والملاريا والإسهال بشكل خاص. وحث مسؤول التوعية والإعلام للخدمات الصحية السيد عبد القادر حجاج جميع المواطنين على المحافظة على نظافة بيئتهم والقضاء على مسبباتها من خلال زيادة وعيهم حول الأمراض المعدية. ودعا أي شخص التوجه سريعا إلى المؤسسة الصحية إذا ظهرت عليه أعراض أمراض الملاريا. ودعت مسؤولة الصحة العامة الشابة ميكائيل مدراء الضواحي إلى التنسيق مع السكان لتنفيذ المعلومات والإرشادات المقدمة من المتخصصين في مجال الصحة، مذكرة خبراء الصحة العامة الشابة فرويني سهلة على دفن البرك وأماكن تكاثر البعوض. استشهد العقيد قرباي قلة تحصنبت الحاكم السابق لمنطقة معيني في إدارة الإقليم الجنوبي في 9 من سبتمبر عن عمر يناهز 69 عاما إثر علة أصابته. التحق بقوات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في أغسطس 1973 وشغل منصب قائد كتيبة في الجيش أثناء النضال من أجل التحرير، ثم نقل إلى وزارة الإدارات الإقليمية في مارس 2003 وعين حاكما لمديريات في القاشبركة والجنوبي. العقيد قرماي قلة متزوج وأب ل6 أطفال، وقد أقيمت مراسم تشييعه ظهر اليوم السبت 10 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب إدارة الإقليم الجنوبي عن تعازيها الحارة لعائلته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من تلفزيون دولة إريتريا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الداخلية في المغرب ارتفاع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 2000 شخص وفق ما نقل التلفزيون الرسمي. وأشارت أن أكثر من 2000 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير. وكشف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال وقع بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة على سلم ريختر. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومترات. وشعر بالزلزال أيضا سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة، لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات. انضم الاتحاد الأفريقي رسميا إلى مجموعة ال20 التي يتعين على قادتها المجتمعين في نيودلهي أن يظهروا استعدادهم لتقديم التزامات ملموسة لصالح البلدان النامية. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة هذا العام في نيودلهي في كلمته الافتتاحية أنه بموافقة الجميع أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة ال20. وأظهرت الهند التي ترأس هذا العام هذه المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات الغربية والناشئة رغبتها في أن تكون الصوت المطالب بحاجات بلدان الجنوب في عالم يشهد انقسامات. ومن شأن الخلافات داخل مجموعة ال20 حول الموقف تجاه موسكو والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون أن تصعب إصدار إعلان ختامي. بث التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية مقطع فيديو لعرض ضخم بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس البلاد. وظهر الزعيم كيم جون أون مع ابنته على شرفة تطل على ميدان كيم إيل سونغ. وقالت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية دعت وفودا صينية وروسية لحضور العرض شبه العسكري الذي يضم قاذفات صواريخ تجرها شاحنات وجرارات في أحدث جهود الزعيم كيم جون أون لإظهار علاقاته مع موسكو وبكين في مواجهة الأزمة المتصاعدة مع واشنطن. وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة قال فيها أن البلدين سيعززان العلاقات الثنائية لضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.
وتعزز كوريا الشمالية جيشها الضخم بالفعل بمجموعات جنود احتياط وشبه عسكرية وأمنية مختلفة. يعد معرض ميونخ بألمانيا واحدا من أبرز معارض السيارات في أوروبا، لكن هيمنت عليه شركات السيارات الكهربائية الصينية التي تطلع إلى توسيع وجودها في القارة، وتحدي الشركات القائمة من شركة BMW إلى فورد في العصر الجديد للمركبات التي تعمل بالبطاريات. وحظيت الشركات الناشئة واللاعبون الصينيون ببعض أكبر المنصات في هذا الحدث مع مؤتمرات صحفية رفيعة المستوى وإطلاع سيارات، مما يؤكد عزمهم على إحداث ضجة في السوق الأوروبية. وشهدت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم موجة عارمة من شركات السيارات الكهربائية في السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بالإعانات الحكومية وتمويل رأس المال الاستثماري. ينتظر إلى دخول الشركات الصينية إلى أوروبا على أنه تهديد لشركات صناعة السيارات الكبرى التي ينظر إليها على أنها تتحرك ببطء شديد في مجال السيارات الكهربائية. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس أفورقي يبعث بأرقية تعزية إلى ملك المغرب. لقاءات قانونية في مديريتي عد خالة ودبار وبالإقليم الجنوبي. تنفيذ حملات واسعة النطاق للحفاظ على التربة والمياه في كرن. أكثر من 2000 قتيل في زلزال عنيف ضرب جنوب غرب مراكش المغربية. بشكل رسمي الاتحاد الإفريقي يصبح عضوا دائما في مجموعة ال20. وزعيم كوريا الشمالية يشارك في عرض شبه عسكري. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.